السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا جبت لكم السر بتاع مطاعم الفول وعربيات الفول اللي بيسووا بيه الفول في اقل من 3 ساعات. النهاردة هقول لكم على السر اللي هيسوي لنا الفول اقل من 3 ساعات هيكون مستوي معاكي. بس في الاول نبدأ بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ندخل على الوصفة. معانا كيلو من الفول. غسلته كويس ودلوقتي بنقعه معايا ميه سخنه، بنقع فيها الفول اقل حاجه خالص 4 ساعات. ويستحسن ان انت تبيتيه ليله كامله. دلوقتي بعد ما الفول زي ما انتوا شفتوه حجمه اتضاعف معايا. غسلته كويس ودلوقتي هبتدي اضيف عليه كوبايه من العدس الاصفر، 3 جزرات، طماطمتين، جرنين من الفلفل، عصرة ليمونة، معلقة من الكركم ومعلقة من البابريكا. وهنا السر بقى بتاعنا السكر، هضيف عليه معلقتين من السكر. هيسوي معانا الفول في اقل من 3 ساعات هيكون معاكي احلى فول. وكمان لو ما عندكيش انتي الدماسة هتسويه عادي في الحلة هيطلع معاكي ممتاز بإذن الله. انا هنا هسوي لك في الحلة وهسوي لك في الدماسة علشان تعرف ان مفيش فرق بين ده وده، والاتنين هيستووا وهيبقوا ممتازين ومش هياخدوا معانا 3 ساعات بالظبط. هبتدي ارفعهم على النار. دلوقتي انا بضيف عليهم المية المغلية وببتدي ارفعهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا معايا زي كده بهدي النار عليهم خالص، او درجة حرارة معايا بهدي عليها على الفول. دلوقتي لو في اي ريمة طلعت معايا على وش الفول زي كده بشيلها. هنا بعد ساعة بالظبط، بعد ساعة بالظبط شايفين الفول معايا. بس لا انا لسه هما لسه برضو حتى لو عملتيه زي كده لا لسه مستويش، لسه برضو معاه ساعتين تاني. هنا باجي بعد ال3 ساعات بالظبط. زي ما انتوا شايفين بقى الفول تجل معايا ازاي، والمية بتاعت الفول تجلت معايا بسبب العدس اللي احنا اللي حاطينه اللي احنا ضفناه. هو ده اللي بيخلي للفول قوام كده تجيل معانا. ببتدي اعبي الفول زي ما انتوا شايفينه كده في الاكياس وبفرزه. بس قبل ما ادخل على الفريزر بسيبه على الرخامة ساعة لحد ما يهدى معايا، وبعد كده بدخله على الفريزر. بعمل كده علشان لما افك الفول و... و... وارجع اسخنه تاني كأني لسه مسويه دلوقتي. هعمل معاكم طبق بقى من الفول علشان اوريكم الفول معايا مستوي ازاي. هضيف عليها الملح والكمون والخل والزيت والليمون وهتاكلي احلى طبق فول. متنسيش تدعمينا باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.